امرأة جميلة جدا، وحتى لو انتي اكبر منه في العمر او مثلا اصغر او حاجة، هو شايفك حلوة، شايفك فعلا. انت كان عندك ثقة في نفسك، بس انا تقريبا شايفة ان انت تعرضت لعدم ثقة بسببه، لاني لما تعرف عليك الشخص ده كان بيحلم يخش حياتك، كانت الناس كلها شايفاك انك انت حاجة واو، نفسنا كلنا نقرب منه. فهو كان شايف الناس كلها عايزين يقربوا من الشخص ده اللي هو انت، فيقعد يبص لهم كده، ايه ده الشخص ده ستار ولا ايه؟ ده كل دول معجبين بيه، بس كان شايفك الستار النجمة. طب انا بقى هعمل عكس ما الناس بيقولوا، يعني لو الناس بتقول ده واو، لا انا همشي عكس ما هما بيقولوا. لا انت مش واو، بس مش في اول العلاقة، في النهاية، عشان انت تحس دايما ليه رافضني، فتفضل تجري وراه فتفضل تجري وراه. لان دايما في مثل كده يقولك الممنوع مرغوب، فهو دايما يحسسك انك انت مش واو عشان تفضل انت ايه، او ان يرفضك فانت تفضل تجري وراه وتفضل يبقى عندك رغبة ان يتقبلك، فتحاول تعمل المستحيل عشان ترضيه. المستحيل انك تساعده ماديا، المستحيل انك تقف جنبه، المستحيل انك تفضل ماسك فيه، المستحيل انك انت ما تشوفش غيره او محدش يحسسك انك انت واو فتروح له. لاني اول ما اتعرف عليك كان شايفك عندك ثقة في نفسك جدا، ولحد دلوقتي شايفك عندك ثقة، شايف انك انت واخد الثقة دي من ناس واو كمان، مش من اي حد. يعني ناس كده شكل وهيبة وستايل، وناس ممكن تكون يعني برستيج، يعني يمكن افضل منه. يمكن الناس اللي حاطه عينيهم عليك ومعجبين بيك احسن منه بكتير، ماديا، شكليا، اصغر، احلى، فيهم مميزات اكتر منه. فواضح ان الشخص ده يعني شايف ان هو كان معاه جوهرة وضيعها من ايده فعليا. فيا ترى بقى الشخص ده مشاعره ايه؟ لا، شايفاه انه بيحبك قوي وما كانش مسرح لك بمشاعره. الشخص ده كان دايما مش بيسرح بمشاعره. وغالبا انت بتتعامل مع شخص عنده علاقات كتير، او انت اكتشفت بعينك خيانة، دلوقتي انت العكس. تمام. فواضح ان الشخص ده شايفك ان انت كنت مصدر السعادة، مصدر ممكن الالهام في حياته، يعني كنت شخص كويس جدا معاه، بس انت اتغيرت قوي قوي. طيب ايه مشاعره بقى؟ مشاعر الشخص ده ايه ناحيتك؟ انا عايزه اسالك سؤال وتجاوبني بامانه تحت. الشخص ده كان بيشتغل على عامل نفسي عندك؟ يعني ايه عامل نفسي يا جودي؟ وضحي اكتر. يعني هقولك، ممكن مثلا، لو مش ممكن ده اكيد، يعني اشتغل عشان انت طالع من العلاقه دي متدمر نفسيا، وانا مش قادره اشوف الطاقه دي كده. بص انت طالع ازاي من الطاقه، انت طالع حتى لو عامل بلوك انت طالع منها، وانت يعني ما عندكش الثقه في نفسك. ما تزعلش مني. ممكن بقى يكون الشخص ده اساء اليك في عمر، مثلا ممكن تكون انت اكبر منه، او ممكن تكون انت مثلا يعني مليان شويه في حاجه كان بيلعب عليها الشخص ده، او انت يا حرام كنت تشوفه يروح لعلاقات فتفكر ان انت عندك نقص، او عايز يوصلك اصل هو شايفكم يعني باوبشن ان انت واو. فهو تقريبا الشخص ده عشان يخليك تخضع ليه وتكون تحت ايده وتحت رغباته، كان دايما يقلل منك، اللي هو بنسميه الغرور. ان انا مثلا اجي اكلمك، ماشي انا مش هكلمك دلوقتي مش فاضي، اللي هو انا رامي توبتك. او كان دايما يحسسكم بعدم الاهتمام ده في النهايات.